طب اعمل ايه بقى في شهر شعبان؟ خلاصة الامر، خلاصة بقى، اعمل ايه في شهر شعبان علشان افوز بالشهر ده؟ اعمل ايه في شهر شعبان علشان لما ترفع اعمالي ترفع على طاعة، وعلى طاعة ايه، وعلى اجتهاد في الطاعة كمان، مش طاعة وبس. اعمل ايه في الشهر ده علشان ما لا اكتب من الغافلين، وهيئ نفسي لشهر رمضان؟ في طاعات كتير كتير، بس احنا هنجمع الطاعات دي في حوالي 4 طاعات. اول حاجة المواظبة على الصلاة. الصلاة، احنا هنتكلم عن اي طاعة واحنا الصلاة بتاعتنا فيها مشكلة. الصلاة، بتصلي ال5 فروض في ميعادهم، نزود سنة. طب بتصلي ال5 فروض مثلا وتتأخري في العصر وتتأخري في الظهر وبتقومي متأخر شوية في الفجر، لا، أبدأ ألزم نفسي بالصلوات واشغل منبهي والزم نفسي بالصلاة. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة إيه؟ الصلاة. فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. طيب تاني حاجة، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلزم الإيه؟ كان بيكثر من الإيه؟ من الصيام. احاول اصوم في شهر شعبان على قد ما اقدر، على قد ما اقدر. فيها فايدتين، فايده ان انا بكسب ثواب اللي هو الصيام، وفايده ان انا عشان يرفع عملي وانا صائم زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي نفس الوقت بجهز نفسي لايه؟ للصيام في شهر رمضان عشان ما نتعبش في الصيام. يبقى قلنا اول حاجه الصلاه، تاني حاجه الصيام. وخدوا بالكم الصيام اللي عليه صيام، اللي عليه صيام من الشهر اللي قبله، من السنة اللي قبلها، أصومه الأول من السنة اللي قبلها شهر رمضان، أصوم اللي عليها الأول بنية الفرض ونية منفردة. بنية الفرض ونية إيه؟ منفردة. أخلص أيام الأول وبعد كده أصوم. والأفضل طبعا إحنا نبقى مخلصين أيامنا بعيد عن الأيام المفترجة دي. يبقى تاني حاجة الصيام. طب تالت حاجة قراءة القرآن. شهر شعبان كان بتسمى شهر القراء، وكانوا يقفلوا محلاتهم ويتفرغوا للقرآن. وكان اللي عنده علم أو بيدرس علم أو منشغل في أي شيء يترك ذلك كله ويتفرغ للقرآن. فأنا هختم ختمتي، هبدأ أختم في رمضان، لا، أعمل لها ختمة تهيئة في الأولانية في شهر إيه؟ شعبان. طب إيه تاني؟ ذكر الله. ألزم الذكر، ألزم الذكر. سبق المفردون. فالصحابة قالوا له يا رسول الله وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقالوا إن المفردون دول من عبادات الغفلة، إن أنا ألزم الذكر من عبادات الغفلة. إحنا قاعدين كلنا وقاعدين وبنتكلم وأنا في وادي تاني بسبح وبحمد ربنا وبصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا في شغل وانا في دنيا تانية. انا قاعده لوحدي، بدل ما اقعد افتكر في همومي وجوزي اللي زعلني وبنتي اللي مش بتجيلي والوحده اللي انا عايشه فيها والاسعار والغلا والدنيا دي كلها، اذكر الله عز وجل. فالذكر نفسه في ثواب عظيم. اولا تهيئه لشهر رمضان، عشان برضه الزم الذكر في شهر رمضان، وفي نفس الوقت من عبادات الغفله، وفي نفس الوقت ايه؟ ممكن يرفع عملي وانا بذكر الله، وهي اسهل عباده واحسن عباده. والناس يقول لك يعني هو الذكر هو ده يعني عادي، ايه يعني مصر؟ اقول طب انت بقى، انت اقول لي كده في كم يوم اللي فاتوا دول ذكرت ربنا كم مره؟ افتكرت تذكر ربنا كم مره؟ طب لما رحت شغلك وجيت ذكرت ربنا في الحبه دول ايه؟ طب لما انت وقفتي في المطبخ وطبختي وغسلتي وزعقتي للعيال